طبعا بقى الفقرة دي هنبدأ نتكلم عن منطقة اليورو. يمكن معانا خبير أسواق المال أستاذ أحمد عرابي. يمكن احنا بنسأل أستاذ أحمد عرابي كل فترة إن الراجل بيحلل بقى اليورو مقابل الدولار راح فين. يمكن لو جينا شفنا اليورو مقابل الدولار الفترة دي كان كل الناس بتتكلم بقى هل بقى يجي الشتاء هينخفض ولا يرتفع. طبعا معانا من اسكندرية خبير أسواق المال البورصة العالمية أستاذ أحمد عرابي. صباح الخير أستاذ أحمد. صباح الخير على حضرتك دكتور هاني، ويا رب عام سعيد على مشاهدينك الكرام ان شاء الله. الله يخليك، كل سنه وحضرتك طيب. طبعا بنيجي نتكلم عن اليورو يا استاذ احمد بحاول استعين بيك بقى. يمكن انت النهارده عاملين احصائيه عن منطقه اليورو من اول 1/1/2022 لحد نهايه السنه. عايزين بقى نتكلم بالتفصيل ايه اللي حصل في اليورو السنه دي يا استاذ احمد. اتفضل يا فندم. الحقيقه عام 2022 كان مليء بتغيرات قويه بالنسبه لليورو دولار، كان تمام. اهمها عوده الزوج الى ما دون سعر التكافؤ ووصوله لادنى مستوى له عند 95 سنت و35 نقطه يوم 28 سبتمبر. تمام. واللي مش بس بنعتبره ادنى سعر له في السنه، لكن الحقيقه هو كان ادنى سعر له من 20 سنه فاتت. تمام. وبنجد الحركه الهبوطيه بين بدايه العام اللي كانت عند دولار و13 سنت وادنى سعر وصل له بلغت حوالي 1800 نقطه. تمام. ومع ذلك وجدنا ان الزوج استعاد قوته في الربع الاخير من العام وسجل اعلى مستوى له عند دولار و7 سنت يوم 15 ديسمبر. كده بيكون استعاد تقريبا حوالي 1200 نقطه من ادنى مستوى سنوي له، وعكس يمكن اكتر من تلتين انخفاض التسع شهور السابقين في 6 اسابيع بس. تمام. ساعدوا على ده سياسه رفع الفايده اللي اتبعها البنك المركزي الاوروبي. الحقيقه البنك المركزي الاوروبي رفع الفايده 3 مرات السنه دي بواقع 50 نقطه اول مره، ثم مرتين بواقع 75 نقطه. تمام. ليصل اجمالي رفع الفايده لحوالي 200 نقطه. ده بيعتبر يمكن اعلى رفع فايده من عده سنوات. تمام. هنشوف في عام 2023 هل هيستمر البنك الفيدرالي الامريكي في رفع الفايده بوتيره اقل زي ما عمل اخر مره، ولا هيضطر لرفعها بوتيره اعلى، وده هيشكل ضغط تاني على البنك المركزي الاوروبي ويضطروا للاستمرار في رفع الفايده. تمام. طبعا يا استاذ احمد احنا كل الناس كانت بتتكلم بقى عن منطقه اليورو. يمكن حضرتك زي ما انت بتقول يمكن بدايه السنه وصل كام؟ او يمكن عندنا على الشاشه اهي، عندنا يمكن دولار و13 سنت يمكن عاملين على الشاشه، وبدا يرتفع، بدا ينخفض يمكن في شهر تقريبا 6 تقريبا بدا يوصل لمستويات 95 سنت. زي ما حضرتك قلت الرقم ده زي ما انت بتقول اكتر من 20 او 30 سنه. السؤال هنا بقى يا استاذ احمد، الناس بقى اللي خلاص ده اليورو وصل لمنطقه 95 سنت، او يعني كانت مفاجاه بالنسبه لنا احنا كناس في البورصه وكده، قلنا اليورو نزل اقل من دولار وصل 95 سنت. الناس توقعت قال لك بس اذا بقى منطقه اليورو في الشتاء مع طبعا هيبدا بقى ايه، هل ينخفض سعر اليورو؟ ولكن المفاجاه زي ما حضرتك بتقول دلوقتي ان بدا اليورو يتحسن، وبدا من 95 سنت بدا يوصل لمستويات دلوقتي كام؟ دولار و7 سنت. و7 سنت. تعليقك ايه بقى ده يا استاذ احمد؟ اتفضل يا فندم. الحقيقه الحرب الاوكرانيه سلاح ذو حدين بالنسبه لزوج اليورو ودولار تحديدا، لان النهايه المحتمله للصراع في عام 2023 ممكن تكون عامل مساعد لصعود قوي للزوج. وفي نفس الوقت من ناحيه اخرى تاثير الحرب على اقتصاد اوروبا ممكن يزداد سوء اذا قررت روسيا قطع امدادات الغاز تماما عن اوروبا. في الحاله دي احنا ممكن نشوف الزوج يصل الى ما دون سعر التكافؤ مره اخرى. لكن فنيا الزوج اغلق عند دولار و7 سنت، بكده بيكون مازال بيتحرك في القناه الصاعده. بتوقع انه ممكن يصل لمنطقه الدولار و10 سنت في الشهور الثلاثه الاولى من العام ان شاء الله، وبشرط انه يستطيع الحفاظ على دعم دولار و5 سنت. يعني طول ما هو فوق دولار و7 سنت وفي منطقه صعود، تحت النقطه دولار و5 سنت و80 نقطه تقريبا هو لسه في منطقه انخفاض عامه. بالظبط طيب. يا فندم. دلوقتي يا استاذ احمد بصفتك راجل خبير اسواق المال، عاوزين بقى نخش في حته في الذهب في اقل من دقيقه. شايف الذهب فين 2023؟ اتفضل يا استاذ. الذهب انهى العام عند سعر 1824، المنطقه دي احنا ما وصلنا لهاش من شهر يناير الماضي. تمام. لكن للاسف كل التوقعات بتشير الى انخفاض الذهب نتيجه لرفع الفيدرالي للفايده اللي متوقع له مستهدفات من 5 ل 5.5 السنه دي. تمام. وبكده هيكون الفيدرالي هو المحرك الرئيسي للفتره القادمه. اللي انت حضرتك شفت يا استاذ احمد ان الفيدرالي 7 مرات على سعر الفايده خلال 2022. بالظبط، هو المحرك الرئيسي يا دكتور، هو المحرك الرئيسي في الفتره دي.
تمام. عامة احنا هنراقب منطقة ال 1830 واللي بتعتبر مقاومة صعب كسرها تمام. بصراحة. في حالة الارتداد لأسفل من المنطقة الحالية أتوقع كسر الدعم المعنوي اللي هو عند 1800 تمام. ونخشه في اتجاه بيع. تمام. طبعا في الاخر بشكر استاذ احمد خبير السوق المالي من اسكندريه. وطبعا اتكلمنا عن منطقه اليورو، وقلنا بقى جبنا اليورو من اول 2022 لحد يمكن نهايه السنه. شفنا اليورو بعد الناس توقعت، قال لك بس ده اليورو بعد ما يوصل 95 يبدا ينهار، لا ولكن اليورو بدا في تحسن قوي جدا، مع العلم بقى ان الدولار بقاله يمكن 3 شهور منخفض. تاني الدولار عالميا بقاله حوالي 3 شهور منخفض، يمكن